اليوم كان عندنا واحد اللقاء مهم في دار الشباب وشنتوف. مشكورين على الناس اللي قاموا بهذه المبادره هذه، هو كفاله تهميش من الشباب ديالنا ومن المجتمع المدني. في الحقيقه كانت تدخلات من طرف الاساتذه، وكانوا بزاف المشاكل مطروحين في هذا الجانب ديال مقاطعه الفيضه ومار السلطان اللي خرجنا بنتائج. ودابا ان شاء الله عندنا واحد دورات اللي غادي نجلسوا باش نخرجوا بالحلول، لحقاش كما تنقولوا دائما عينا من هضره لهضره. دابا بغينا التفعيل، بغينا المجتمع المدني يقول كلمته، ما يبقاش مهمش، ما بقاش غير هضره. كل شهر ولا شهرين يجي يقول لنا دورات. هنا غادي يكون الوقفه وحده، غادي تكون ديال المجتمع المدني، غادي يخرج واحد، ما كاينش هنا وهنا وهنا. كما قلت قبيله المصلحه غادي تكون مشتركه بيناتنا مجموعين كاملين ان شاء الله. تتمنوا التوفيق وتتمنوا الناس يساعدونا ويزيدوا بنا قدام باش ننزلوا قدام بالفيضه مع السلطه ان شاء الله. اليوم كننظموا هذا اللقاء اللي هو تعتبر يوم دراسي، اللي من خلاله جمعنا المجتمع المدني من أجل إبراز عدة أشياء اللي هي يعانيها المجتمع المدني وتعانيها منطقة مر السلطان فيما يتعلق بالمقاربة التشاركية اللي هي منعدمة وغير منسجمة مع ما جاء به الدستور المغربي 2011. اللي بغيت نقول هو أننا اليوم كنوجهوا نداء وكنمدوا أيادي الخير للمجلس مقاطعة مر السلطان في شخص أغلبيته باش ياخذوا المبادرة ويفعلوا المقاربة التشاركية التي دعا إليها دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالمادة 12 و 14 و 139 منها. اليوم كيف كنشوفوا منطقة مر السلطان اللي هي عندها تاريخ كبير بزاف ثقيل برجالاتها بالنساء بالمقاومة اللي قاوموا المستعمر وخير دليل عن ذلك هو أن منطقة دار السلطان فيها جوج شوارع كتبين مدى نضال ساكنتها، هو شارع الفيضة وشارع المقاومة، ولهم هاد الشارعين دلالة كبرى ما يتعلق به. ملي كنمشيو للمجال الفني كنلقاو فطاحلة ديال المسرح الغناء كل شيء ولاد دار السلطان. ملي كنمشيو للرياضة نفس الإشكال، اللعابة الكبار اللي دازوا وحبوا المنتخب أشياء اللي هي زميلة ولاد دار السلطان. واليوم كتعيش المنطقة، أنا أقولها وبصراحة، المنطقة دار السلطان مر السلطان تحت ضير. أقولها وأكررها، إنها تحت ضير، لأننا نعيش في زمن اللي هو جلالة الملك يسعى إلى استتباب الديمقراطية الحقة وتركيز على دولة الحق والقانون، إلا أننا نجد أنفسنا كمجتمع مدني بعيدين كل البعد على المقاربة التشاركية مع المقاربة التمثيلية. وخير دليل الشعار اللي كتحمله اللائحة أو اللافتة اللي هي كتشخص هذا موضوع هذه المقاربة التشاركية، وهو أنها تحت شعار كفانا من الإقصاء كفانا من التهميش. تفضل. هذا اللقاء الدراسي يندرج في سياق أحد العمليات التطويرية تكوينية تخصيصية للمجتمع المدني الموجود بتراب مقاطعة مر السلطان. الهدف منه أولا عفو القوانين التنظيمية، خصوصا أنه الدستور أعطى إمكانية واسعة وشاسعة وضرورية للمجتمع المدني في إبراز قراراته، في إعطاء أفكاره، وكذلك ليكون المجتمع المدني نافذة للمجتمع بشكل عام
للتعريف بالقضايا الاجتماعية الحرجة. إذا الدور ديالنا حنا في هذا اللقاء الدراسي أولا هو أنه نقوم بملامسة الوضع الراهن التي تعيشه المنطقة، وضع راهن أنه هناك هشاشة اجتماعية وإقصاء اجتماعي وغياب واحد المقاربة تشاركية ما بين المجتمع المدني والمقاطعة. نحن من دورنا نحارب هذا التباعد، ونسعى من خلال هذا اللقاء مد يد الأفكار ويد المساهمة ويد التفعيل لهدف واحد، هو أنه النهوض بالمنطقة محليا واجتماعيا واقتصاديا، وكذلك أنه في بعد نكون في مستوى الدار البيضاء. حنا ولاد درب السلطان غني برجالاته في جميع المجالات، ومن العيب أن نجد درب السلطان اليوم يعيش الهشاشة. درب السلطان فيه الرياضة، درب السلطان فيه المسرح، درب السلطان فيه الثقافة، درب السلطان مهد للمقاومة، درب السلطان بشكل عام تاريخ يختزل تاريخ الوطن بأكمله. إذا هذا التاريخ الذي يزخر به درب السلطان يجب اليوم أن يعود إلى الواجهة، وأن يكون فعلا ديمقراطيا تشاركيا حقيقيا. وشكرا.